أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا اللقاء الخاص الذي نستضيف فيه رئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمان. سيد الرئيس، كنا نتحدث عن أن 99% من الشعب الطاجيكي مسلمون، ولكن الملاحظ أنه رغم أن الدستور الطاجيكي ينص على علمانية الدولة إلا أنكم تسمحون بتأسيس أحزاب على أساس ديني كحزب النهضة الإسلامي. كيف نفهم هذه المفارقة؟ وجود حزب النهضة الإسلامي هذا نتيجة من نتائج المصالح الوطنية التي توصلنا إليها أثناء المفاوضات مع المعارضة. هذا الحزب حزب الديني يعمل في طاجكستان ولديه تمثيل في البرلمان الجمهوري، لديه مندوبان نائبان في مجلس النواب الطاجيكي، ويعمل الحزب بحرية كاملة. نحن دستورنا ينص على تكوين مجتمع ديمقراطي حقوقي علماني. رغم اعترافكم بحزب إسلامي إلا أن السلطات الطاجيكية أغلقت حوالي 1500 مسجد في طاجيكستان، منها 300 في العاصمة دوشنبي، وتمنعون أيضا ارتداء الحجاب رسميا في المدارس. كيف نفهم إذن هذه المفارقة الأخرى؟ هذا كذب محض. لدينا حاليا في طاجكستان تعمل أكثر من 4000 مسجد، 4000 مسجد مفتوح. وكل مؤسسة مهما كان طاجكستان كان أو غيرها، كل من يعمل في إطار القانون، في إطار القوانين الداخلية السارية المفعول، كذلك هي الأحزاب والحركات والمؤسسات الأخرى الدينية. حتى ننظر أن هناك دول عربية وإسلامية تحذف أو لا تسمح بعمل الأحزاب والحركات الدينية الإسلامية. وأما هذا الشيء، دعني أقاطعك سيد الرئيس، اسمح لي. يعني أنت تكذب الآن التقارير الدولية التي تحدثت عن إغلاق هذه المساجد، تنفي أيضا مسألة منع ارتداء الحجاب في المدارس؟ نحن نبني دولة علمانية، دولة علمانية وحرة، دولة علمانية وحرة، لكن هناك شعب مسلم 90% أو 99% كما تقول مسلمون. ألا يتعارض هذا مع الحريات العامة؟ نحن شعبنا 99% مسلمون ملتزمون، كلهم عندهم حرية كاملة في طقوسهم الدينية، في أداء فروضهم وواجباتهم. أما المدارس لابد أن تكون لها حسب النظام الذي يتبع لها في ارتياد المدارس، لابد أن يكون ملابس وغيرها تكون حسب متطلبات المدرسة الحديثة. يعني ألا يتعارض هذا مع مبدأ الحريات الذي تحدثت عنه قبل قليل؟ نعم. هذا السؤال هذا السؤال حاليا مطروح على طاولة البحث في جميع المجتمعات في العالم، سواء شرقا وغربا. طيب، لو تحدثنا عن العلاقات الروسية الخارجية، قلتم في بداية هذا اللقاء بأنكم انتهجتم سياسة الانفتاح على الخارج بعدما تخلصتم من هذا النفوذ السوفيتي. كيف تقومون علاقات طاجيكستان الآن مع روسيا والغرب؟ وهل تراجع النفوذ الروسي في طاجيكستان لصالح النفوذ الأمريكي الغربي؟ روسيا شريك استراتيجي لجمهورية طاجكستان.
نحن نقيم معها علاقات متميزة. عندنا علاقات متميزة مع روسيا الاتحادية، وروسيا لديها قاعدة حربية في طاجكستان، عسكرية في طاجكستان. لدينا هناك علاقات العسكرية، اقتصادية، ثقافية، علمية والسياسية. يعني هذه علاقات متميزة جدا، وهناك أعداد كثيرة، أكثر من 600 ألف مواطن طاجيكي سنويا يسافر إلى روسيا من أجل العمل هناك، العمالة والكسب. وكذلك عندنا هناك علاقات متميزة في تعاون متميز في مجال تنفيذ المشاريع الكهربائية. لدينا هناك محطة كهربائية تنفذ في طاجكستان عن طريق التعاون مع روسيا. علاقات طاجكستان روسيا علاقات شراكة استراتيجية. ولكن البعض ربما فهم أن هناك تراجع في هذه العلاقات بعدما حلت القوات الأمريكية محل القوات الروسية في حماية الحدود الجنوبية لطاجكستان، وبدأ الأمريكيون يدربون قوات بلادكم ويوفرون لكم الإمدادات العسكرية واللوجستية. كيف نفهم دلالات هذا التحول؟ هل هو توجه طاجيكي نحو الغرب؟ ما فكرة ما يكون من تورنيست. أنا لا أفكر هذا. ربما هذا فكر من أفكار، ربما هذا نظر من، ربما هذا فكر أو قول لبعض المحللين، ولكن نحن لا نظن ذلك. أن طاجكستان ليست تبني علاقاتها على حساب دول أخرى. علاقتنا مع أمريكا أيضا علاقات جيدة. هذا لا يعني أن طاجكستان تكون ساحة من ساحات التنافس بين الدول. نحن لا نريد أن تكون آسيا المركزية مركزا أو مكانا لتنافس القوى العظمى، لأن هذا التنافس إذا حصل لن يكون في مصلحة الشعوب المنطقة. أما علاقتنا العسكرية السياسية والدبلوماسية والاقتصادية هي علاقات متميزة مع روسيا، يعني أحسن من العلاقات مع الدول الأخرى، ولكن ليس هذا يعني أننا نستثني العلاقات مع الدول الأخرى في المنطقة أو العالم. طيب، هذا الانفتاح على الغرب هل كان بتنسيق مع روسيا حتى لا يتسبب لكم في إحراج مع أصدقائكم الروس؟ نحن انتهجنا سياسة أبواب المفتوحة، لأن نحن بلد ذات سيادة، بلد منكوب، ولدينا مشاكل كثيرة جمة. لذلك نحن نرغب أن نقيم علاقات التعاون مع جميع الدول التي ترغب برغبة صادقة في إقامة مثل هذه العلاقات مع طاجكستان، حتى نستطيع أن نحقق التنمية الاقتصادية في طاجكستان. هذا على خلفية ما يسمى بالحرب على الإرهاب. صحيح، نحن نتعاون مع جميع الدول الغربية، مع الدول، ونحن عضو في حلف التصدي مع الإرهاب الدولي. وأعتقد هذه هي مصلحة جميع الدول أن تتعاون في مكافحة الإرهاب، في مكافحة المخدرات، وفي مكافحة الجرائم المنظمة. هذه مصلحة مشتركة لجميع الدول. ربما الذين تحدثوا أيضا عن تراجع هذه الوهج في العلاقات الروسية الطاجيكية، وأنكم سيد الرئيس حذفتم مؤخرا كلمة أوف الروسية من نهاية اسمكم، وطلبتم من الطاجيك القيام بهذه الخطوة. ما هي الدلالات الثقافية والسياسية لهذه الخطوة ضمن صراع الهوية؟
لا بالعكس، ليس كذلك، ليس كذلك. اولا ki man Tacik هستم. أولا نحن طاجيكيين، دوم باش ki man مسلمان. أنا طاجيكي ومسلم. من نومي اصلي خود رو. أنا رجعت إلي اسمي الأصلي، اسمي إمام علي، واسم نسبي أو اسم أبي رحمن. ليس في وراء ذلك أغراض سياسية أو أهداف سياسية. كل شعب، كل قومية تحترم تاريخها وأصالتها، ونحن استعدنا هذه الأصالة في الأسماء والألقاب، وليس لها أي علاقة أبدا بالسياسة. اسمي إمام علي، أبي رحمن. كيف ممكن أن ألقب نفسي بغير الاسم أو بغير اسم العائلة؟ سيادة الرئيس، يعني التاجيك أو الكثير من التاجيك يقولون بأن الأمور السيئة وكل الأمور السيئة تأتي من أفغانستان، وأنتم بينكم وبين أفغانستان حدود مشتركة تزيد على 700 ميل. كيف تنظرون لما يجري في أفغانستان من تطورات في الآونة الأخيرة؟ هل يخيفكم ما يجري الآن؟ هل تخشون أن يكون ربما لطالبان عودة قوية قد تؤثر عليكم؟ خاصة وأنكم دعمتم التاجيك في شمال أفغانستان لدحر طالبان. البته الوضع في أفغانستان أفغانستان طبعا عانت حربا أهلية أكثر من 25 سنة. ربما أحد أسباب طاجكستان، أحد أسباب مصائب الموجود في طاجكستان هي كانت منشأها في أفغانستان. عندنا مثل في طاجكستان يقول إذا التهب أو احترق بيت الجار إن لم تمد إليه يدك فسينالك الحريق حتما. هذا هو المثل الطاجيكي. أعتقد هذا هو ممكن أن نطبقه في الوضع القائم في أفغانستان وطاجكستان. إذا اليوم قارنا الوضع في أفغانستان وما هو كان عليه قبل 5 سنوات، نقول أن الوضع في أفغانستان في تحسن أحسن من 5 سنوات اللي مضى، لأن 5 سنوات من قبل كانت الحدود الطاجيكية الأفغانية كانت هناك حوادث كثيرة كانت تحدث عن طريق التهريب والتسلل وغيرها في طاجكستان في الحدود المشتركة الطاجيكية الأفغانية. أما الآن فعاد الأفغانيين إلى بلدهم وهناك أصبح الحدود آمنا أكثر مما مضى. أما المشكلة الحالية في المتفاقمة في أفغانستان هي ازدياد أو تزايد زراعة المخدرات في القنب في أفغانستان. وحسب تقديرنا نحن أحد المنابع أو المصادر لتمويل وتغذية الإرهاب الدولي هو التهريب المخدرات. شكرا لك سيد الرئيس إمام علي رحمن رئيس جمهورية التاجيك على هذا اللقاء، وشكرا مشاهدينا الكرام لمتابعتكم، وإلى اللقاء في فرصة قادمة بحول الله.